آلاف الشركات عبر العالم تقدمت بطلبات إفلاس في عام 2024 وآلاف الوظائف تبخرت، وقاد التضخم وخفض المستهلكين للإنفاق أبرز الأسباب. إليكم 10 علامات معروفة أفلست في عام 2024 في الولايات المتحدة بحسب تقرير CNN. سبيريت إيرلاينز، شركة طيران أمريكية للسفر منخفض التكلفة، تكبدت خسائر متزايدة وديونا غير مستدامة بسبب زيادة المنافسة. تابروير، عملاق أدوات المطبخ البلاستيكية، أشهر إفلاسه بعد سنوات من الصعوبات المالية وانخفاض شعبية منتجاته. سلسلة مطاعم فرايدايز الأمريكية أشهرت إفلاسها بسبب انخفاض إيراداتها. سلسلة مطاعم ريد لوبستر الأمريكية تقدمت بطلب للإفلاس بعد خسائر حادة بسبب ارتفاع عقود الإيجار وتكاليف العمالة. ستولي، علامة شهيرة في المشروبات الروحية، تقدمت أخيرا بطلب الإفلاس بعد تباطؤ الطلب العالمي على المشروبات الروحية. متاجر إكسبرس، قدمت الشركة طلب إفلاسها بعد أن فشلت استراتيجية البضائع الرخيصة في إثارة حماس العملاء واضطرت لإغلاق ما يقرب من 100 متجر. بوفليكس، شركة معدات الصالات الرياضية المنزلية، قدمت طلب إفلاسها بسبب انخفاض الطلب على معداتها بعد الوباء. ترو فاليو، متخصصة في بيع الأجهزة بالتجزئة وتعود جذورها إلى أكثر من 70 عاما، أعلنت إفلاسها وبيع نفسها لمنافس بسبب ركود السوق ومشاكل التدفق النقدي. متاجر بيج لوتس تقدمت بالإفلاس بسبب الديون وصفقة استحواذ فاشلة مع شركة أسهم خاصة، وهو ما أدى لانخفاض المبيعات وغلق 963 متجرا. متاجر بارتي سيتي تقدمت بطلب الإفلاس بسبب الديون وبدأت بتخفيض ثمن منتجاتها. ومن الجدير بالذكر أنه لا يعني التقدم بطلب الإفلاس بالضرورة أن الشركة اختفت نهائيا، حيث تميل بعض الشركات إلى استخدام طلب الإفلاس لحماية نفسها من دائنيها وجدولة ديونها المتزايدة وتوفير التكاليف عن طريق إغلاق المواقع وطرد الموظفين.